المصري ابو دم خفيف، ابو دم خفيف، ابو دم خفيف، ابو دم خفيف. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم والله أكرم، ويا رب دايما مصر تبقى بخير وأمان وسلام. البرنامج ده عبارة عن دفتر أحوال الشارع المصري في الشهور الأخيرة. عديت على المصريين في كل مكان واتكلمنا عن أحوال بلدنا، عن مصر اللي كانوا عايزينها محبوسة، بس بفضل الله هتفضل محروسة. تعالوا معايا نشوف المصريين قالوا إيه، ونشوف خفة دمهم، ولا اقول لكم والله ما حد قايم من مطرحه، انا اجيلكم لغايه عندكم، انا جاي. انت ايه اخبارك يا حاج؟ اخباري زفت وطيب طول ما الاخوان موجودين في البلد. الله ليه كده؟ انا بقول لك كده. لا الله ليه؟ انا اضحي بروحي عشان مصر تعيش في امان، ولادنا بناتنا يمشوا في امان، ما يمشوش مهددين. في ايه تاني؟ انت متضايق للدرجه دي؟ انا ده انا مخنوق. فين الخنقه بتاعتك؟ من المرشدين. مرشدين مين؟ محمد بديع وخالد الشاطر. طب يعني انت عاوز تقول لهم ايه بقى؟ عايز اقول لهم ارحلوا. الشعب مش عاوزكم ولا عايز مرسي. الله طب انت هتلم علينا الناس بالراحه. مرسي ايه؟ مرسي ما يعرفش يتكلم كلمه الا بالمرشد. بالمرسي؟ بالمرشد بتاعه. طيب وكل ما بيحصل مظاهرات في البلد يقول لك ده في الدوله الفلانيه. طب بس انا عايزك. طب ليه يخرج من البلد والبلد خربانه؟ انا عايزك تقول ده الناس كويسه، عشان احنا في ناس يعني الاخوان كويسين. لا ما ضلش نفسي. لا يا عم ما ضلش نفسي عشان خاطري، ما ضلش نفسي برضه عشان انا راجل حر من ايام عبد الناصر. بص وعمر الدوله دي ما هيمسكها راجل زي عبد الناصر. عايزك تقول ان الاخوان الحمد لله كويسين. لا مش كويسين يا عم، عشان طول عمرهم عايشين في الجحور. ابوس ايدك انا طول عمرهم عايشين في الجحور. الله يرحمه عبد الناصر والسادات. انت اسمك ايه؟ انا اسمي الحاج محمد. والنبي يا حاج محمد قول كلمه كويسه في الاخوان. لا ما اقولش. لا ما اقولش. ابوس ايدك. ما اقولش. يعني قول الناس دي كويسه. لا ما اقولش. طب عاوز تقول لهم ايه؟ عايز اقول لهم ارحلوا. لا بلاش ارحلوا من هنا. ابوس ايدك. ارحلوا من هنا، ارحلوا من هنا، لاحسن هيجي يوم عليكم تتنشوا كلكم. مين انا؟ الثوره هتقوم عليهم، هتمحيهم خالص. مين دول يا محمد؟ الاخوان المسلمين. انا هتحبس كده فبالراحه عليا. والله هيخاف على نفسك، ما تكلمنيش. انا بتكلم براحتي. براحتي. لا بس روح اسال عليها الدنيا. ايه ده ابو مين؟ يا راجل. انتوا بتوع ترلالي. مين؟ ترلالي. مفيش قناه بتجيب الاخبار الصحيحه. محمد انا بتاع ترلالي؟ يعني انت تعتقد ان انا مش هعرف عليك؟ والله لسه ما عرفتش. ليه يا حبيبي انت لا بص لي يا حبيبي وشوف انا لابس ايه. انت مبسوط في حياتك؟ انا؟ ما انت بتيجي اخر الشهر بتقبض مرتب. انما لما كنتش اشتغل مش هاكل. سيسي قاعد ليه؟ الجيش ما يقومش يحوش النصايب اللي في البلد دي. يعني انت الجيش ينقى ولا ما ينقاش؟ لا عايزين الجيش يقوم يعني يحمي الدولة واحده. الجيش زي ما كان طنطاوي حاميه والجنزوري حاميها. الجيش ينقى ولا ما ينقاش عن اللي حصل؟ مين ده؟ الجيش ما هو السيسي، ما هو كان منهم بيقولوا اتبرى منه. يا محمد الجيش ينقى ولا ما ينقاش؟ ايه ينقى؟ كلمنا عربي. الجيش في الاحداث دي ينقى عنها ولا ما ينقاش؟ لا الجيش يدافع عن الدوله. لا ينقى ولا ما ينقاش؟ ايه ينقى دي؟ ما تفهمهاني بالعربي الفصيح. ما ينقاش ولا ينقى؟ لا ما نقيش. ما نقيش. الحاوي ده جرابه فيه حاجات. الحاوي ده مش في جرابه كتير. جرابه مره يطلع حمامه. حاوي ياما في جرابه. مره يطلع حمامه طار. تحت تعبان. حمامه طارت. خليهم يطيروا زي الحمام. حمامه ايه اللي طارت؟ حمامه. شوف مش عايزين نجيب سيره الابهات. انت ابهات ايه؟ احنا بنجيب الابهات. ايه؟ ابهات قال لكم انتخبوني عشان الاستقرار. طب يا ريت، ما احنا عايزين الاستقرار. يعني انت مش مستقره دلوقتي؟ لا مستقرين والحمد لله، بس عاوزين يعني وانت ماشيه في الشارع بتبقي ماشيه كده بتتهزي ولا مستقره؟ لا مستقره. طيب يبقى في استقرار يا رب. يعني انت لو انت عارفه لو انت ماشيه بتتهزي يبقى مفيش استقرار، لكن لو ماشيه سليمه كده يبقى في ايه؟ نمشي نمشي سلام. يا ريت نمشي سلام. يعني العيشه كويسه؟ الحمد لله. الحمد لله. انت طب يعني انت استخرتي قلت نعم ولا لا؟ والله العظيم قلت نعم. قلت نعم؟ لا اما اسالك قلت لا علشان ده ما قلتش لا. لا قلت لا. لا ليه؟
قولي قلت لا علشان هقول لك ليه تقولي ليه كمان. طيب لا. طب انت قلت لا ليه؟ عشان الاستقرار. مش انت قلت لا وانت بتقولي قولي لا. طب وانا اي حد يقول لك قولي لا او قولي دي يعني انت ماشيه بالزيت والسكر بقى، اخس عليكي. انا ما طلعتلكيش، قوليها كده. انا ما طلعتكيش. انا ما طلعتلكيش، قوليها كده. انا ما طلعتكيش. ايه؟ انا ما طلعتكيش. لا قوليها تاني. انا ما انا قلتها. لا قوليها. انا ما قلتهاش لسه. انا ما طلعتكيش. لا انا ما طلعتلكيش. انا ما طلعتكيش. لا انا ما طلعتلكيش. طب ما انا قلتها. ما قلتهاش والله. لا انا ما طلعتهاش ليكي. لا يا عم زيت ايه وسكر ايه يا عم؟ احنا عندنا سكر كتير. بص قد ايه؟ طب بتضحك من الناس ولا ايه؟ يعني ممكن تديني شويه زيت وسكر؟ عيني اجيب لك، لو ما فيش اجيب لك. الجو التراكمي الشخصي ده بيؤثر على الناس؟ طبعا بيأثر على الناس. التراكمي النهارده مفيش حد عارف يعيش، النهارده مفيش حد عارف يمشي. ما احساسك بالتراكم؟ ما فيش النهارده اعمال ولا في النهارده شغل ولا في النهارده حاجه ابدا، مفيش حاجه ابدا النهارده. في النهارده ظلم وفي كل حاجه النهارده. طب ممكن تقول لي استفتفناها واستفتى ما استفتناهاش بيها؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه. اقول لسيادتك حاجه. احنا الاخوان لما نزلوا مجلس الشعب احنا رحنا ببلاش ورحنا بقلبنا، قلنا الناس دي تعرف ربنا والناس هتتقوا الله فينا. ورحنا قلنا نعم لاعضاء مجلس الشعب. جينا في الاخر هنا بيقول نعم على خيبتنا بقى. طب انت شايف ان سياسه الرئيس ده هل هي يعني سياسه ديماجوجيه ولا هي سياسه ديماجوتيه، ولا ممكن خيالك الجامد ده يسطح بقى وتقول ان هي سياسه شيفونيه؟ لا هي سياسه شيفونيه. شيفونيه؟ ايه الشيفونيه؟ اللي هي جايه من الشيفون يعني ولا ايه؟ لا مش يعني هم مش جايين، يعني مش شغلانتهم السياسه. انت فاهم؟ انا مش فاهم انا بقول ايه، انت فاهم؟ انت فاهمني؟ هم مش شغلانتهم السياسه. يعني ايه شيفونيه؟ انا مش عارفها. شيفونيه يعني هم ما يعرفوش حاجه. شوفوا استنى كده عشان هم كاتبينها لي في الورقه. امسك كده دلوقتي. امسك لك انا دي. اوعى تفهم ان انا فاهم يعني حاجه، ده انا يعني اذا كنت انت مش فاهم انا اكتر منك، انا الين منك. بقول لك الشيفونيه هي ايه؟ اقرا كده الشيفونيه اللي ايه ده خطأ. الشيفونيه ايه يا عم؟ انت اللي كاتبها لي انت يا عم. يعني في استقرار انت تحب ان الاستقرار يبقى دوام كامل ولا نص دوام؟ وفين الاستقرار ده؟ وفين الاستقرار؟ مفيش استقرار عند الاتحاديه ولا في التحرير ولا في مين المسؤول عن كده؟ الرئيس. ليه هو الرئيس هينزل يقول للناس استقروا؟ لا ما هو ده بقى ولي الامر. ولي الامر. وده ولي الامر. مش ده الرئيس. مش انا مسؤول منه. مش انا مسؤول منه. ايوه طيب الحمد لله. اخبار الزباله ايه؟ كترت ولا ايه؟ لا الزباله مش طبعا النادي كتير قوي. كتير. طب مش ده دليل على ان الناس بدات تاكل وترمي الزباله؟ لا هم دلوقتي يعني بقى في خير فالناس بترمي الزباله. هم دلوقتي بدل ما يبصوا لاكل المواطن بيبصوا لتجميل الشوارع. يقول لك نجمل الشوارع ونزرع اشجار ونعمل ونسوي. هم باصين لكده بيضحكوا على الناس والناس مش هو الرئيس ماله؟ هو بيرمي الزباله؟ هو الرئيس في حاله يعني؟ الرئيس ايه؟ الرئيس هو اللي بيرمي الزباله؟ طب مدي الناس حقها. ما هم كل الناس كلت ورمت الزباله والزباله كترت لان بقى في خير. ومين اللي بياكل؟ مش في خير دلوقتي الناس بترمي الزبالة. احنا بقالنا شهرين ما كناش لحمه يا عم. شهرين ما كناش لحمه ولا عملنا حاجه. ايه رايك بقى في التسول اللامحدود الذي ينخرط في الاسلوب الذي يفعله الرئيس؟ التسول اللامحدود الذي ينخرط ده يمشي ولا ما يمشيش؟ التسول اللامحدود. التسول اللامحدود الذي ينخرط مع الذهاب الى التسول زاد. التسول اللامحدود مش احنا بنروح في اللامحدود؟ لا التسول زاد. التسول ايه؟ التسول زاد في الشارع. التسول زاد؟ زاد في الشارع. التسول زاد في الشارع. والتسول اللامحدود الذي ينخرط ده يعني يدي لك ايحاء بايه؟ يدي لك ايحاء بالاحباط طبعا. انت برضه بتجاوب يا راجل مش تسالني. يدي لك بالاحباط طبعا. مش انت عسل قوي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. امين. وانت مصري جميل. ربنا يخليك. انت فاهم بس احيانا بتتكسف، مش عاوز تسال ايه دي ولا ايه. انا مش عاوزك تتكسف، عاوزك لما في حاجه انت ما تسمعهاش وما تفهمهاش لازم تسال عليها. حقك. على العموم انا عايزك تحس ان البلد انت من حزب الكنبه. طب هتنزل المره الجايه ولا؟ هنزل. وهتقول لا ولا لا؟ لا طبعا. هتقول لا ولا لا؟ بس النهارده انا عايز اعرف حاجه يعني. هو جايب ميليشيات ولا جايب حماس ولا جايب ايران ولا جايب مين تحميه؟ انا عايز اعرف يعني. لا بص هقول لك حاجه، هو الرئيس برضو بتاعنا
لا مش بتاعنا، انا ما اعرفوش. ليه بقى مش مصري؟ لا ما اعرفوش، انا كده ما اعرفوش. انا كده ما اعرفوش. لا بص انا عايزك انت. انا ما اعرفوش صحيح، لانه مش رئيسي ولا اعرف عنه حاجه. ليه؟ الله ما انت عرفت هو مش راجل. لا انا حضرت محمد نجيب، جمال عبد الناصر، انور السادات، حسني مبارك، خد بالك سيادتك؟ ما شفتش دول بيشوفوا النهارده بيشوفوا حصل لك حرامي؟ لا مش حرامي، كنا عايشين وكنا امنين، كنا بناكل، كنا بنشرب مع الراجل الحرامي. لكن الراجل بتاع ربنا هندفن تحت الارض. قول لي دي بقى. اكلت فلفله فتفلفل فمي، كم فيه في ذلك؟ انت نشط سياسي؟ ما نشطتش قبل كده؟ نشطت ولا ما نشطتش؟ شكلك اندسيت؟ 6 فيه. شكلك اندسيت. لا والله ماليش في السياسه خالص. لا ركز شويه علشان خد بالك ده ممكن ياخدك في اتجاهات. اكلت فلفله فتفلفل فمي، كم فيه في ذلك؟ بسرعه. 6. لا كم فلفله في ذلك؟ بسرعه. فلفلتين. ها؟ فلفلتين ازاي؟ فلفل كم فلفله في ذلك؟ ها؟ 6 يا راجل كم فلفله في ذلك؟ فلفله واحده بس. فلفله واحده؟ ليه بقى؟ انت اكلت فلفله فتفلفل فمي، كم فيه في ذلك؟ فيه 6. كم فيه في ذلك؟ فيه 6 فلفله واحده. فلفله واحده؟ فيها 6 فلفلات؟ لا مش ايه ده؟ لا كم فلفله كم فيه في ذلك؟ 6. تلخبطتنا. ذلك فيها في كم فيه؟ ذلك ولا اي. ان شاء الله انا عندي امل ان كان. لا مش امل. لا يا راجل ما تبقاش انت يائس يعني ولا؟ عارف يا الامل انسى اما تمشي الناس دي. انت يائس؟ يائس ولا انت ما عندكش امل؟ مفيش امل فين؟ اديني اماره الامل ده. اديني اماره، قول لي ايه كويس النهارده، فهمني ايه كويس النهارده. ان شاء الله قول يا رب كده نستفتي ما يا رب نستفتي الاستفتاء. قول يا رب نستفتي الاستفتاء. استفتى الاستفتاء بس ما ينفعش الاستفتاء. قول يا رب نستفتيها قول في ناس استفتت وفي ناس ما استفتتش. اقول لك حاجه؟ مفيش حد استفتى. قولها. لا قول قول في ناس، قول في استفتى استفتتناها واستفتى ما استفتتناش فيها. في استفتى استفتتناها واستفتى ما استفتتناش فيها. بيع يا ابو احمد. ببيع حاجات اطفال بس لعب جامده يعني ما شاء الله. كلها مستورده صيني، كلها مستورده صيني. يعني صيني جايه من تايوان من سن يوم لغايه سن 10 سنين. هل حضرتك دلوقتي بالنسبه للاوضاع اللي حاصله في البلد رايك فيها ايه؟ لا مش عجباني خالص. ليه كده؟ البلد مش عجباني، في قلق في البلد، في حاجه قلق ما فهمش في ايه. بس انت بتبيع احسن طبعا عشان الاطفال دلوقتي بقى وقفت بلد. يعني ما بتبيعش احسن من قبل كده؟ لا طبعا خالص. يعني مثلا يعني بنسبه 20%. 20% يعني حوالي بتاع 70% كده. لا 20%. طب انت بقى بتعمل ايه في الحاجات دي؟ والله بقى يعني عندي عمال وعندي صناعيه كتير، بس هعمل ايه؟ ما اقدرش اقول مش لازم امشي الحاله. طب انت سمعت عن حكايه قاعده البيانات اللي هي مضروبه؟ قاعده البيانات المضروبه؟ لا والله؟ لا مش بقول لك في قاعده بيانات كانت موجوده على الطريق الصحراوي البلد واقفه ضربت. ده ما فيش غاز في البلد ولا في بصوره في اي جهاز، البلد كل البلد واقفه خالص، البلد واقفه ازاي من انتخابات؟ يا قاعده البيانات اتضربت، ما سمعتش الخبر ده؟ لا ما اعرفش عنها حاجه والله. مش بقول لك كان في قاعده بيانات كانت عاملاها اتضربت بصاروخين. فين دي بقى؟ انت انتخبت؟ انتخبت. مش رحت انت مضيت قدام اسمك كده؟ طب ما هي دي قاعده البيانات. والناس فاهمه ان قاعده البيانات دي بقى ايه؟ مش ما اعرفش. اللي هي القاعده بتاعت البيانات. قاعده البيانات. انت قاعدتك ايه؟ قاعدتي؟ قاعدتي امبابه. قاعدتك. واللي انت لما بتقعد سليم ولا بتقعد معوج؟ لا يا بقعد سليم طبعا. يعني القاعده سليمه ما فيهاش بوظان؟ سليم لا. شفت بقى قاعده البيانات فيها بوظان. دي المشكله. هي دي المشكله. بوظوا البلد خربت. ليه يعني والاخوان وحشين في ايه؟ طبعا ما عندهمش حاجه على السياسه، يقول لك افعل كما كان يفعل بكم. نفسك في ايه بقى تحصل؟ انا نفسي مصر تستقر. وعاوزين الجيش ينزل يمسك مصر. ايه الحلو اللي عامله مرسي والاخوان؟ قولي لي الحلو ايه؟ ولا اختار حتى اصلا بيعرف يتكلم فيه ولا بيقول حاجه عدله والناس عماله تموت وهو قاعد نايم في حاله كده ولا بيتكلم. طيب انت بتعرب هنا بس شويه. بقول لك انا بكرههم، انا تبع عسين يا راجل. لا بقول لك ايه؟ لا مرسي طول عمره بالعسل ولا حد عليها. بقول لك ايه؟ انا تبع عسين يا راجل. استفتيت في الاستفتاء؟ اللي هي بقى نظام ازاي؟ يعني الاستفتاء بتاع الدستور مشيت وراهم 4 اشهر. ورا مين؟ ورا الله يرحمه الحاج بكر عمر. لا انت رحت الاستفتاء؟ انت رحت الاستفتاء بتاع الدستور استفتيت؟
مش لحظه معاه ازاي يعني. يعني انت استفتحت في الاستفتاء؟ استفتحت استفتحت في الاستفتاء يعني زي ايه؟ يعني انت تعرف ايه عن الحمار الوطني؟ شغلي البيت نظافه البلد، بس ده اللي الواحد عايزه. تعرف ايه عن الحراك الوطني؟ الحراك الوطني ان في كل حاجه هي ظلم، وهي البلد زي ما كانت، ما فيش جديد. مش انت بتسمع كلام جامد جدا في التلفزيون، بتبقى فاهم ولا مش فاهم؟ انا يبقى قاعد بتفرج بس انا بشوفش من اللي هو بيتكلم ده كله. حاجه بتحصل. عشان كده الواحد بيقوم قافل التلفزيون بيتفرج على المصارعه احسن. في المصارعه طب انت ايه رايك في الماده بتاعت الدستور المسؤوله عن المجاري؟ ان هو دلوقتي حاليا في الايام دي بتتعمل في الدستور. بتتعمل هنا هو في الدستور. مين المسؤول؟ هل اللي وضع الدستور ولا يعني اقرب واحد للمسؤول هو اللي يبقى مسؤول عن المجاري؟ بصراحه يعني. لا، اللي المفروض المسؤول اللي هو اللي بيمشي المجال، هو اللي بيصنع الحاجه. لو رحت تستفتي هتقول ولا لا؟ لو رحت استفتي لو الحياه اتظبطت والحياه تبقى هتقول ولا لا؟ هقول طبعا. لا انا هقول لا. هتقول ولا لا؟ والله كل واحد لا. قول لا. اتظبطت الدنيا ماشي. هتقول لا؟ ما عادي. لا ليه بقى؟ عشان الاستقرار؟ طبعا. لا قول عشان الاستقرار. لا هي بتبقى في قول لا. قول ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول لا. ما انا ما اقدرش اقول وما اقدرش اقول لا فعلا. يمكن اقول غيري يقول لا. في غيري، في ناس كتير طبعها عادي. ازاي؟ طب قول استفتتناها واستفتى ما استفتتناش بيها. استفتتناها والستة الثانية ايه؟ استفتتناها واستفتى ما استفتتناش بيها. ماشي انت خلاص قلتها.